الله العظيم. اغرب خبر ممكن تسمعه ايقاف الحكم او استبعاد بقى الحكم محمد معروف عن اداره مباريات النادي الاهلي. وده ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. عشان خاطر الراجل طرد محمد هاني. الراجل ولا حسب ضربه جزاء على الاهلي غلط، ولا كان ليهم ضربه جزاء ما حسبهمش، ولا لغى جون اوف سايد مثلا كان سليم او حسب عليهم جون اوف سايد. مفيش اي حاجه خطيره. هتقول لي هو الطرد ده مش حاجه خطيره؟ هقول لك دي مساله تقديريه. هو محمد هاني كان عنده انذار وهو خارج من الملعب، الحكم حس ان هو بيتدلع، راح له وقال له اطلع من الناحيه الثانيه، ما طلعش من الناحيه الثانيه، فالحكم اداله انذار ثاني وطرد. هل الحكم مش غلطان؟ الحكم ممكن يكون غلطان ومحمد هاني اتظلم، بس ده يعني يؤدي ان انت تمنعه من اداره مباراه النادي الاهلي بعد كده عشان طرد لاعب؟ حاجه غريبه. احنا بقالنا سنين كنادي الزمالك بنشتكي محمد معروف وبنشتكي امين عمر وبنقول مش عايزينهم يحكموا لنا، وبنشتكي ابراهيم نور الدين وبنشتكي محمود البنا، وبعد ما نشتكيهم بيومين ثلاثه ولا باسبوع نلاقي واحد منهم بيتحط النادي الزمالك زي ما يكون بيعندوا مع نادي الزمالك. انت كده بتأدي لايه بقى؟ بتأدي ان انت بتخوف الحكام اللي هتحكم للنادي الاهلي بعد كده. خلوا بالكم اللي هيغلط ولا اللي هيعمل حاجه غلط او اللي هيطرد لاعب من الاهلي ده هيبقى مصيره. خدوا محمد معروف قدوه قدام عينيكم. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو ولايك وتعالى لي، ومش هتخسر حاجه بقى لو عملت لي سبسكرايب، مش هتتعب في حاجه، احنا اخوات مع بعضينا سواء بقى زملكاويه او اهلاويه. حبايب قلبي، اول حاجه عندنا النهارده طبعا ماتش الزمالك والمقاولين. الزمالك بيعكنن على جمهوره كالعاده. الزمالك ما كسبش ماتشين ورا بعض ويفرحنا، من النوادر. الزمالك من ايام فيريرا البروف طبعا ما كسبش مثلا، عمل سلسله انتصارات زي ما عملها مع فيريرا في الدوري الثاني اللي احنا خدناه، اللي احنا كسبنا فيه، كان مش فاكر الدوري الاولاني ولا الثاني، كسبنا فيه 13 ولا 14 ماتش متتالي. ما شفناش سلسله انتصارات زي دي، وكانت بلعيبه قليله عن دي بكتير. بس هو ده نادي الزمالك. النهارده انا ما لومش على اللعيبه، انا لوم رقم واحد على المدرب يانيك فيريرا. يانيك فيريرا انت كمدرب لنادي الزمالك المفروض تبقى فاهم وعارف ان انت كل الفرق اللي هتلعبها في الدوري او 90% من الفرق اللي هتلعبها في الدوري بتلعب بتكتل دفاعي، بترص الاتوبيس، بتلعب بال10 لعيبه تحت الكوره. هي ده السيستم اللي انت هتقابله. يبقى انت لما تقعد اكتر من 90 دقيقه مش عارف تفك التكتلات، اكتر من 90 دقيقه الزمالك ملوش فرصه محققه على المرمى. انا ما ازعلش لو الزمالك لعب النهارده ماتش كبير وضيع جون كتير وفرص كتير، وواحده في القائم وواحده في العارضه، ومحمود ابو السعود تالق له في 2 3، هقول ما عندناش حظ، لعبنا وعملنا اللي علينا ومقاولين بيدافع وانا ضيعت فرص كتير. انما انا قاعد كجمهور مش عارف ومش حاسس ان انا ممكن اجيب جون في اي لحظه. حاسس ان انا لو قعدت العب 3 ايام بالسيستم ده مش هيبقى ليا اي جون ومش هعمل اي حاجه. وده كله بيرجع للمدرب. انت ما اشتغلتش في التقسيمات ولا في الماتشات الوديه على فك التكتلات. انت شكلك كده يعني عايز فرقه تهاجمك وانت تلعب على ردة الفعل، تلعب على المرتدات، تلعب على التحولات بس. انما غير كده يعني اللي نفعنا في ماتش سيراميكا اللي في اخر 10 دقائق، ان سيراميكا اخر 10 دقائق تلعب بالكره لقدام وبدات تضغط وتمعد في الماتش، فبقى في مساحات في التحولات الهجوميه والكرات المرتده جبنا منهم جونين. غير كده احنا برضك ماتش سيراميكا كسبناه وقلنا زي الفل النتيجه، بس الزمالك اداؤه ما يطمنش لان ما كانش لينا فرص تذكر. برضه احنا قعدنا شوط كامل مش عارفين نعمل حاجه. الراجل انت المفروض يعني الف بكوره تعمل جبهات. يعني عندك مثلا بنتايج ده باك شمال، معاه ادم الكايد جناح شمال، بيميل عليهم عبد الله السعيد، الثلاثه يعملوا جبهه مع بعض. انت بقى شغلك تحفظهم جملتين 3 تتعمل. احنا شفنا الاهلي بيتعادل مع مودرن بس مضيع 200 جول. في حاجه بتتقال من المدرب، في تريكايه عملها في ماتش مودرن جه منها جون وضاع منها جون، وعملها في ماتش فاركو اتلغى منها جون وجه منها جون. التريكايه اللي بيعملها زيزو بينزل يستلم وبيسلم من رمضان، بعد كده بيطلع له تاني، بعد كده لاعب ثالث اصلا بيسرق المدافعين وزيزو بيخش من غير ما يتشاف يقوم حاطط الكوره. عملها مرتين في ماتش فاركو، فتحس ان في حاجه بتتقال. انما المدرب بتاعنا لا، ما تحسش ان في حاجه بتتقال حرفيا. يعني احنا ربنا يكون في عوننا عشان بالطريقه دي وبالنظام ده لو مدرب فضل ما عندوش افكار تكتيكيه كده ومرونه تكتيكيه، ده راجل ده التغييرات بتاعته، التغييرات ابسط حاجه. انت دونجا لما اتصاب كنت عبد الله السعيد الف بالكوره كنت رجعته جنب محمد شحات، لعبته 8 زي ما جوميز كان بيلعبه، وكان افضل فتره لعبد الله السعيد مع الزمالك لحد دلوقتي هي الفتره اللي كان جوميز بيلعبوا فيها 8. وكنت جبت ناصر ماهر اللي هو مش عارف يلعب جناح يمين ولا جناح شمال، كنت لعبته في احسن مركز ليه اللي بيأدي فيه وبيبدع فيه. ولما ماتش سيراميكا لعب ال10 دقائق الاخر في المركز ده صنع، جاب جون وعمل خطوره وصنع فرصه انفراد للجزيري وعمل شكل. انت ليه ما زي نزلت اخوان الفينا تمام يمين، كنت سبت ادم الكاد زي ما هو ناحيه الشمال، وكنت خليت ناصر ماهر صانع العاب، وكنت عملت كثافه هجوميه اكبر من اللي انت. احنا مالناش شكل، احنا الماتش كله مالناش غير كره الونش اللي في الاخر هي اللي تقدر تقول عليها يعني كانت فيها شيء خطوره شويه. كانت ممكن لو الونش
التايمنج بتاع الطلوع بتاعه، هو طلع بدري طبعا، لو التايمنج بتاعه مظبوط كان حطها جون طبعا. بس يلا الحمد لله متعوضه، الموسم لسه طويل، بس احنا مش عايزين نبتديها كده. كان عندنا فرصه ان احنا نفضل ضاغطين على الاهلي وبيراميدز وفارقين عنهم بنقطتين، بس هو ده نادي الزمالك. نخش بقى للخبر اللي بعديه. في بقى تصريح لفريرا بعد الماتش، قال تصريح غلط وتصريح خطير، وتصريح بيبين لك قد ايه المدرب ده تحس ان هو مش عارف جاي بيدرب مين. انت دلوقتي الصحفي بيقول لك هارد لك، فانت قبل اي شيء اتضايقت وقلت هارد لك ليه؟ احنا تعادلنا ما خسرناش ليه؟ والتعادل مع المقاولين دوت مش خساره؟ خساره نقطتين من المقاولين دي مش خساره، خصوصا ان انت مقدم ماتش سيء قوي، مش عامل اللي عليك. مثلا تقول احنا عملنا اللي علينا مثلا، والفرقه ضيعت جون كتير وما كانش فيه حظ، واللعيبه ما كانتش بتنهي الهجمات مثلا بطريقه كويسه والكلام ده كله. بس نعدي ونشوف، وخلينا من هنا لحد يناير نشوف مصيرنا ايه مع المدرب دوت. مش عارفين نظبط مدرب من ساعه جوميز ومن ساعه فيريرا. الخبر اللي بعديه بقى استبعاد بنزا، قرار تأديبي، بس القرار التأديبي ده مش جاي من المدرب، خصوصا ان بنزا ما عملش حاجه تستاهل قوي ان هو يستبعد، ولا مثلا شوح ولا شتم ولا مثلا حدف ازازه ولا قلع التيشيرت ورماه، لا هو الراجل كان خارج بيكلم نفسه وكان شكله متضايق. بس ده بيبين لك بقى قد ايه ان جون ادوارد وعبد الناصر محمد يعني في نظام، وبيبينوا لاي حد ابسط حاجه ممكن تعملها اهو مش هتسكت وهتتوقف. وفتوح بقى له قد ايه اهو خارج بره قائمه الفرقه وما بيتمرنش مع الفرقه، وقرار تاديبي من ساعه الحوار اللي هو عمله. فالنظام حلو، والنظام اللي هينجحنا واللي منجح النادي الاهلي السيستم بتاعه والنظام. فاحنا عايزين، مش عيب لما نتعلم النظام. احنا في بقى حاجه اهم هجي لكم فيها، اخطر حاجه على نادي الزمالك ابناء نادي الزمالك. قبل ما يبقى الغريب بيحاربنا، هم بيحاربونا اكتر من الغريب. هم همهم الكرسي وهمهم السبوبه اللي بتطلع من نادي الزمالك، عشان نبقى بس فاهمين. عشان لما دلوقتي كله طالع يهاجم مجلس الاداره ويهاجم جون ادوارد ويهاجم مش عارف مين، ويقولوا بيستبعدوا ابناء نادي الزمالك، وطارق يحيى طالع يلطم، ومش عارف وائل اباني طالع يلطم. فككم مننا عشان احنا ما شفناش خير معاكم، وانتوا اللي مودين نادي الزمالك ورا قبل اي حد. عموما المصري بقى، نيجي للنادي المصري. النادي المصري النادي الوحيد تقريبا في الدوري اللي هو كسب الماتشين اللي لعبهم. النادي المصري بيقدم اداء عظيم قوي. النادي المصري مع يعني الحاج كامل ابو علي هيبقى رايح في حته تانية. النادي المصري استقرار وفلوس وصفقات والدنيا حلوه وجمهور. فلا النادي المصري نتمنى نشوف الاسماعيلي زي المصري والاتحاد والانديه الجماهيريه دي ترجع قويه، وغزل المحله، لان هي دي اللي بتدي طعم المتعه للكره المصريه وللدوري. لما تلاقي مثلا فرق كلها جماهيريه، الاهلي بيلاعب فريق جماهيري، فده عنده جمهور وده عنده جمهور، فتلاقي متعه. يعني امتع حاجه في ماتش المقاولين والزمالك الجمهور، عمل ملحمه، تشجيع ما اقولكش، طابلوه رائع رائع رائع، حاجه يعني تمتعك ما تخليكش تمل من الماتش، رغم ان الماتش ما فيهوش كوره بس كنت انت مستمتع بالجمهور. نيجي بقى لحاجه تانية، اخوان الفينا يا جماعه لاعب كبير قوي، مش عشان هو نزل مثلا رقص له 2 3 وبعد كده مش عارف ايه، لا هو الواد باين من شخصيته ان هو الواد نزل اندمج على طول مع الفرقه. تحس ان هو من ابناء نادي الزمالك، تحس ان هو من التالتة يمين. الواد نزل بقى بيتفاعل مع الجمهور والكلام ده. هو بس عايز بس يظبط حاجه واحده ويشتغل عليها، معرفش دي عيب فيه ولا هي بس جت معاه كده غلط في الماتش ده، اللي هو التسديده. يعني الكره اللي عدى فيها من 2 ولا من 3 وقطم لجوه وشاط الكوره، شايطها وحشه قوي. وفي كوره تاني على حدود ال 18 شاطها برضك مش احسن حاجه. الكورتين دول لو لبسوا في رجله صح كانت هتتشمع، ما كانش الجون هيشوفها، وكان هيبقى الواد بقى يعني عامل احلى بدايات ممكن اتخيلها.